يعني دي اكبر خطا اتعمل في نادي الزمالك. المحافظه على الفرقه اللي هي علاوه القرن دي، علاوه على الاربع لعيبه الصغيرين دول لو كان كملوا مع المجموعه دي. والجزيري وفتوح يمشوا دلوقتي حسب ازماتك بقى انت مش على حسب. تاني سؤالي واضح. مش حسب مين؟ زيزو وفتوح والجزيري يمشوا. انا عندي معلومات ان في رغبات كتيره للعيبه ديت عايزه تمشي. يعني انا عندي معلومه مؤكده ان في معظم اللعيبه دي او اللي انت ذكرتهم دول كلهم عندهم عروض طالب بيهم ان هم يمشوا. في لعيبه ما بتاخدش مستحقاتها في مواعيدها. لا وهتجيب لك فلوس. وبتتكلم في لعيبه بتعاني في ازمات ماليه طول الوقت. المشكله ان انت الكوره ما ينفعش يعيش في الجو ده. المشكله ان انت بتبني فرقه، ده قوام الفرقه، فانت عشان تبني فرقه تاني. طب اديني لعيب واحد من اللي انت عارف ان هم عايزين يمشوا. اديني لعيب اسم واحد. لا، في فتوح عايز يمشي جاي له عروض كويسه، في زيزو عايز يمشي جاي له عروض كويسه، في حاجات كتير. بس في معلومات، في عروض جايه للعيبه. أيوة انا عارف. انا مش بنقول سر ولا حاجه يعني. وبعدين مش الصح يا مهيب ان انت الجزيري عنده عروض. اسامه هو الصح ان انت كل سنه تروح تجيب 17 و18 ما دي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها. ما دي اساس وقعان نادي الزمالك السنه دي. هي دي بقى كارثه. هو ده اسلوبنا على نادي الزمالك. كل سنه نادي الزمالك فيه 14 15 لعيبه يا كابتن مصطفى. دلوقتي 14 15 لعيب عندهم قوام قوي جدا يتبني عليه. حلو قوي. لكن اللي انت بتتكلم فيه ده لو مشيوا، لا الموضوع بيبقى فيه صعوبه جدا ان انت ترتبه. انا واخد الدوري ورا بعض سنتين، او واخد الدوري السنه اللي فاتت، اروح اجيب 12 13 لعيب. ما انا بقول لك ده من انا واخد الدوري السنه اللي فاتت، اروح اجيب 12 13 لعيب. اجيب 12 13 لعيب. ما انا قلت يا مهيب، انا قلت ايه؟ لو اللعيبه دي وانا قلت الكلام ده وانا هناك، يا جماعه الاربع خمس لعيبه دول مش هيخلوك تشتري رجل لعيبه على الفرقه دي تكسروا الدنيا السنه